طيب في عندي بعد كده الانيبل والديسيبل، دي سهله عادي، انيبل ديسيبل مفيش مشكله عادي جدا. وعندي هنا ايه الفانكشن بتاعتهم عباره عن انيبل وديسيبل برضه، مفيش اي اختراع. بس دول عندهم ملحوظه مهمه جدا جدا، ايه هي بقى؟ ركز بقى معايا. تعالى انا هعمل انكومنت دي عشان نشوف. هنا دي الفورم فاليو عادي جدا. تعالى بقى انا هعمل الايميل ديسيبل، وركز بقى في الفورم فاليو هيحصل لها ايه. ده شايل الايميل خالص، حتى مش حاطط لك قيمه الايميل بنل مثلا ولا بامبتي سترينج، لا ده شالها اساسا. فتاخد بالك من النقطه دي. اوكي، يعني ده معناه ان الفورم فاليو بتجيب لك بس الفاليو بتاعت، او بتحط لك البروبرتيز بتاعت الكنترولز اللي مش ديسيبلد او انيبلد فقط. طب افرض انا عايزها برضو يا اخي، انا عايز القيمه بتاعتها انت، هو مفترض ملوش دعوه. قال لك ماشي يا باشا انا هحلها لك، هندي لك ايه؟ حاجه اسمها get row value زي ما انت شايف. هنعمل disable. اوكي، الفورم فاليو شايل منها الايميل، بس الجيت رو فاليو او الرو فاليو زي ما هي ما اتغيرتش. يعني حتى لو احنا جينا عملنا في الفورم هتلاقي برضو ايه الرو فاليو عندك ايه، ما فيهاش اي مشاكل، ومديك الفاليو بتاعتها عادي جدا. ولكن لو كانت الفورم كلها disable كلها، فالفورم فاليو عادي هتشتغل زيها زي الرو فاليو، مفيش اي مشاكل.